السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتشرف دائما بذكر السيرة النبوية الشريفة. واليوم معنا آخر حلقة من حلقات غزوة أحد الكبرى. بعد انتهاء غزوة أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويقول لهم: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وهذا يدل على كرامة حافظ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءته أم سعد ابن معاذ، فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنها عمرو بن معاذ الذي استشهد في المعركة، فقالت له: أما إذ رأيتك سالما فقد استقللت المصيبة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال عليه الصلاة والسلام: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. فقالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادع لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم، اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. وهذه أيضا ميزة وكرامة الشهداء، أنهم يشفعوا في أهلهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا الشفاعة من سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسقنا شربة ماء من يده الشريفة يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.